متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا باسط يا خفيض يا رفيع يا معيد يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا قبير يا خفيف يا مقيم يا حسيد يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيد يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا مني يا ضار يا نفي يا نور يا حديد يا بادع يا بقي يا ورث يا رشيع يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا Allah. Subhanallah. Dari mulut polosnya ini disebutkan sifat-sifat Allah. Apa yang bisa kita sombongkan? Kita hanya sebagai salah satu yang diciptakan oleh Allah. Masih mau sombong? Masih mau menantang Allah? Ukuran dunia saja di tata surya hanya kecil dan kita tinggal di dalamnya. Tapi kadang karena kesombongan kita merasa sudah hebat, sudah kuat, bahkan kadang sampai menantang Allah. Kayla, terima kasih ya. Terima kasih ya. Kita kembali sesaat lagi, tetap di Hafiz Indonesia.